السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله جاي نتكلم عن تجربة عملية على برنامج ابرايد الجديد. كذا كابتن بعت لي الكام يوم اللي فاتوا وقالوا لي كابتن ابرايد عامل لي بونص 350 جنيه في 35 رحلة، ايه رأيك في الكلام ده؟ كذا كابتن طلب مني ان انا اطلع اتكلم على التطبيق. انا بصراحة اتكلمت عنه قبل كده، ولكن بقالي بتاع شهرين 3 شهور ما جبت سيرته خالص، وده لانه كان فيه تحديثات كتير قوي. كل شوية ادخل على البرنامج الاقي تحديث، ادخل على البرنامج الاقي تحديث. فدخلت بعت للدعم، وبالمناسبه دي من ضمن المميزات اللي في البرنامج بصراحه، ان انت في دعم بتدخل تكلمه بيرد عليك، في مشكله بتقولها له بيقول لك حلها او بيقول لك سبب المشكله دي ايه. دخلت قلت لهم يا جماعه يعني تحديثات كتير قوي بتحصل. قال لك والله احنا شغالين على البرنامج، واحنا كنا في فتره تجريبيه بنشوف المشاكل اللي في البرنامج وبنقفلها، وبنشوف الحاجات اللي هي هتطور من البرنامج وبنعملها. فانا قلت والله فرصه ادخل بعد التحديثات ديت اشوف البرنامج بقى عامل ازاي. دلوقتي البرنامج اشتغل بشكل فعلي، وكمان بدا ان هو ياخد النسبه بتاعته اللي هي 8%، ودي اقل نسبه من البرامج. ده طبعا كان متوقع علشان يقدر ان هو يصرف على البرنامج. كابتن اكرم شفت له فيديو تقريبا من 4 ايام كان شارح البرنامج بالتفصيل، وده على فكره اللي شجعني ان انا افتح البرنامج واجربه بعد التحديثات الجديده. الراجل شرح البرنامج التفصيل وقال المميزات اللي فيه، فقلت فرصه ان انا افتح البرنامج واشوف كده الدنيا بقت عامله ازاي. وبصراحه فتحت البرنامج اتفاجئت، الناس دي فعلا كانوا شغالين، والناس دي بتعمل افكار حلوه. وده والله العظيم ما كلام انا، يعني كلام ناس كتير قوي من اصحابي اعرفهم، واولهم كابتن ابو عبد الله، وده ادمن معايا في جروب التليجرام. لو مش مصدقني ادخل اساله. الراجل ده قال لي كلمتين اول ما البرنامج بدا يحدث. قال لي الناس دي شغاله والناس دي هتنجح. قلت له ابو عبد الله ازاي؟ قال لي الناس دي فعلا بتقدم حاجات جديده. فالراجل ده يعني من الناس اللي هي يعني نادره قوي في الشغلانه، وراجل فاهم وراجل ايجابي، يعني ما بيحبش الكلام السلبي. هو بيحب الناس اللي بتقول كلام ايجابي، وبتحب الناس اللي هي حابه ان هي تشتغل وتاكل عيش. فالمهم انا فتحت البرنامج واشتغلت عليه. عجبني كام حاجه مش موجودين في برنامج تاني. اول حاجه، البرنامج ده بيعرفك سعر الكيلومتر بتاعك واقف عليك بكام، وده طبعا حل مشكله الناس اللي هي لسه شغاله جديد، اللي هي بتاخد وقت عقبال ما تحسب سعر الكيلومتر. فبيقول لك والله الرحله دي مثلا 3 كيلو، الكيلومتر هيكون واقف معاك بقد كده، بيعرفك العميل واقف فين رايح فين، هتاخد وقت قد ايه في الرحله دي، سعر الرحله كام، وكمان سعر الكيلومتر بتاعك هيكون واقف عليك بكام. الاحلى من ده كله واللي عجبني جدا ان هو عمل خدمه جديده اسمها مشوار. مشوار دي يا جماعه الرحله بتجيلك بسعرها، انت ما بتتفاوتش عليها. يعني عندك الخدمه الثانيه الاقتصاديه، العميل بيطلب بسعر وانت في امكانيه ان انت تتفاوض معاه على سعر تاني. العميل بقى بيقبل بيرفض. الموضوع دوت بالنسبه لي بحسه يعني بقى ممل شويه. فعمل لك خدمه اسمها مشوار، دي الرحله سعرها موجود، انت بتوافق عليه. الكابتن العميل بيشوف ان انت قريب ليه بيقبلك، خلاص على كده الموضوع خلص. فبياخد معاك وقت اسرع ان انت تقبل الرحله والكلام ده. في ناس حابه ان هي تتفاوض وتعلي على العميل، موجود. في ناس مش حابه الموضوع دوت برضه موجود. كمان في حاجه برضه عجباني، وان انت بتحدد الرحله تجيلك على بعد قد ايه. انا واحد من الناس ما بحبش اروح لعملاء مسافات بعيده، فهو جايب لك والله انت بتحدد الكيلومترات اللي بتجيلك منها رحلات، بحيث ان انت لو في منطقه مثلا زحمه او الكلام ده كله بقفلها له على الكيلو، بحيث ان هو يجيب لي عميل قريب مني. برضو دي من ضمن الحاجات اللي مش موجوده في اي برنامج. كمان عندك حاجه بقى جامده قوي وانا جربتها بنفسي، يعني مش بقول لك الكلام ده وخلاص، ان هو عامل لك محفظه جوه البرنامج دي، عشان لو عميل طلب رحله برصيد، او انت مثلا ليك بونص بينزل لك في المحفظه دي. طب ايه الاوبشن الموجود فيها مش موجود في اي برنامج تاني؟ ان هي تعتبر ان انت معاك محفظه جوه التطبيق، مش مجرد ان انت حاطط رقمك وبتعمل تحويل عليه وخلاص. لا، انت بتدخل على المحفظه معاك مثلا 100، معاك 200، بتبدا تحولهم لاي رقم انت عايزه، مش رقمك انت بس. يعني انت مثلا عاوز تشتري حاجه من مكان وعاوز تحاسبه فودافون كاش او اتصالات كاش، بتقول له اديني رقمك، بيقول لك رقمه، بتروح محوله الفلوس من داخل التطبيق، مش من داخل المحفظه بتاعتك، من داخل التطبيق نفسه. بتكتب الرقم اللي انت عايز تحوله الفلوس عليه،
وبتتحول عليه بسرعه. وانا جربتها زي ما بقول لك كده، جربتها في دقيقه، حولت 20 جنيه على التطبيق في اقل من دقيقه، ال 20 جنيه كانت واصله لي على المحفظه بتاعتي. هيجي واحد دلوقتي يدخل يكتب لي كومنت يقول لي يا كابتن التطبيق ما بيرنش خالص، انا بفضل فاتحه ما بيرنش. وده طبعا لان احنا معانا برامج كتير، فالواحد بيستعجل، تلاقي مثلا فاتح اوبر ومعاه ابرايد، تلاقي رحله رنت على اوبر يفتح اوبر ويقفل ابرايد. ولكن بالامانه والله لو فضلت مركز على التطبيق هتلاقي فعلا بيرن وعليه رحلات. وبالنسبه لبرنامج لسه بادي وعليه الرحلات دي، ده يعتبر نجاح بصراحه. فالمشكله ان الناس بتمل، اما الناس اللي هي الغير مصريين اللي شغالين على البرنامج بشكل مستمر الدنيا معاهم حلوه، بقول لك بيرن ومفيش مشكله. وانا بصراحه لما قفلت بقيه البرامج وفتحته هو شويه لوحده لقيته بيرن وعليه رحلات. هو لو هنفترض موضوع البونص اللي هو بيقول لك 35 رحله تقريبا في 10 ايام، معنى كده ان انت مطلوب منك تعمل 3 4 رحلات بس في اليوم. وده على فكره رقم قليل ان انت تعمل عليه 3 4 رحلات في اليوم، مش عدد كبير وهتعرف تعملهم. انا بتمنى والله صوتنا يوصل لشركه ابرايد، وكذا كابتن قال لي الكلام ده، قال لي يا كابتن البرنامج ده فيه افكار كويسه ولكن هو محتاج ان هو يعمل دعايه اكبر. فانا يعني بتمنى ان هم صوتنا يوصل لهم ان هم يعملوا دعايه اكبر بحيث الرحلات تكتر. لان انا كابتن، يعني ككابتن إيه اللي يهمني ان انا لما افتح برنامج الاقي عليه رحلات كتير. طب الرحلات الكتير دي هتيجي ازاي؟ هتيجي بالدعايه للعميل. فمحتاجين بعد كده نبقى على طريق نشوف مثلا بانر لابرايد، نفتح التلفزيون نشوف اعلان، نفتح اليوتيوب نشوف اعلان. ده هيساعدنا اكتر ان احنا ككباتن نلاقي طلبات كتير على البرنامج. وانا والله وجهة نظري يعني بعد التحديثات اللي هم عملوها دي وبعد التطورات دي ان هم اكيد يعني محضرين لدعايه كبيره علشان يسوقوا للبرنامج بشكل اكبر. فانا يهمني جدا تقول رايك في كومنت سواء ايجابي او سلبي. عجبك الفيديو هتدوس لايك وشير. اول ما تتفرج عليا ومهتم مجال النقل ازيك اشترك في القناه علشان نوصلك كل جديد. السلام عليكم.